تخيل أن الدولة العثمانية في واحدة من أسوأ أزماتها، جيش مضطرب، وخزينة تعاني، وتمردات في الداخل، وأعداء يحاصرون عاصمتها من الخارج. ثم يظهر رجل تجاوز 70 من عمره، لم يكن مشهورا بين الناس، وكانت بدايته في القصر العثماني مجرد طباخ، لكن هذا الرجل سيصبح واحدا من أشهر الصدور العظام في تاريخ الدولة العثمانية. إنه محمد باشا كوبريلي. فكيف وصل طباخ القصر إلى أعلى منصب في الدولة؟ وكيف استطاع خلال سنوات قليلة أن يعيد للدولة العثمانية قوتها؟ بدأت القصة في منتصف القرن السابع عشر، عندما كانت الدولة تعاني من أزمة سياسية وعسكرية شديدة. كان السلطان محمد الرابع لا يزال صغيرا، وكانت والدته السلطانة تورخان تبحث عن رجل قادر على إعادة الاستقرار إلى الدولة. فوقع الاختيار على رجل مسن قليل الشهرة، لكنه كان يمتلك خبرة طويلة في الإدارة والجيش. كان هذا الرجل هو كوبريلي. ولد كوبريلي في ألبانيا، ثم دخل خدمة القصر العثماني في شبابه، وتدرج في المناصب، وتولى عددا من الولايات، حتى وصل إلى منصب الصدر الأعظم سنة 1656، وكان عمره وقتها يقارب 80 عاما. لكن كوبريلي لم ينظر إلى عمره، بل بدأ مباشرة في مواجهة الفوضى، أعاد تنظيم الإدارة، وحارب الفساد، وأقصى عددا من المسؤولين الذين رأى أنهم يهددون استقرار الدولة، كما واجه اضطرابات داخل الجيش. لكن أخطر مشكلة كانت تنتظر خارج العاصمة، البنطقية. ففي ذلك الوقت كانت الحرب بين الدولة العثمانية والبنطقية مستمرة، وتمكنت القوات البحرية البنطقية من فرض حصار على مضيق الدردنيل، وهو ممر بالغ الأهمية لوصول الإمدادات إلى إسطنبول. وكانت النتيجة خطيرة: نقص في المواد الغذائية، وارتفاع في الأسعار، واضطراب داخل العاصمة. هنا قرر كوبريلي أن يتحرك بنفسه. أعاد تنظيم الأسطول العثماني، واتجه إلى الدردنيل، ونجح العثمانيون في كسر الحصار البحري، ثم استعادوا جزيرتي لمنوس وبوزج أدا من البندقية. وبذلك بدأ ميزان القوى يتحرك من جديد لصالح الدولة العثمانية. ولم يتوقف كوبريلي عند ذلك، فقد تحرك لإعادة فرض سلطة الدولة في ترانسلفانيا، وواجه عددا من التمردات والاضطرابات التي هددت نفوذ الدولة في المنطقة. وخلال سنوات قليلة تمكن من إعادة قدر كبير من النظام إلى الدولة، وأصبح اسمه مرتبطا بمرحلة جديدة عرفت لاحقا باسم عصر آل كوبريلي. أما محمد باشا كوبريلي نفسه فقد توفي بعد 5 سنوات فقط من توليه المنصب. 5 سنوات فقط، لكنها كانت كافية ليترك بصمة هائلة في تاريخ الدولة العثمانية. والأغرب أن الرجل الذي بدأ حياته داخل القصر طباخا انتهى به الأمر واحدا من أكثر رجال الدولة نفوذا في القرن السابع عشر. ولم يكن إرث كوبريلي مجرد ما حققه في سنوات حكمه، فقد أوصى قبل وفاته بأن تؤول الصدارة إلى ابنه فاضل أحمد باشا، الذي خلفه بالفعل في المنصب. ثم أصبح ابنه الآخر فاضل مصطفى باشا صدرا أعظم أيضا، وتولى المنصب لاحقا ابن أخيه عمجزادة حسين باشا، لتتحول الأسرة إلى واحدة من أشهر الأسر السياسية في التاريخ العثماني. وهكذا لم تكن قصة كوبريلي قصة طباخ أصبح صدرا أعظم فحسب، بل قصة رجل وصل إلى الحكم في واحدة من أصعب لحظات الدولة، وتمكن خلال سنوات قليلة من إعادة قدر كبير من الاستقرار والقوة إليها. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا. إذا أعجبتكم القصة شاركونا آراءكم في التعليقات، واقترحوا علينا الشخصيات التاريخية التي تحبون أن نروي قصصها في الحلقات القادمة.